بيبدأ الفيلم مع راجل عجوز ماسك بنت من شعرها وبيسحبها في الشارع، وبنرجع بالأحداث لورا علشان نعرف القصة من أولها. وبنشوف 3 شباب داخلين بيت رجل أعمال غني جدا علشان يسرقوه، وساعتها واحد منهم اسمه أليكس بيتكلم وبيقول لهم إن هو عطل جهاز الإنذار، وبعدها بيبدأوا يسرقوا كل الحاجات الغالية اللي موجودة في البيت. وبنعرف إن ال3 دول عندهم قاعدة مهمة جدا في السرقة، وهي إنهم ما يسرقوش أي فلوس نهائيا، والحاجات اللي بيسرقوها ما تعديش قيمتها ل10,000 دولار. وده لأن لو اتقبض عليهم وهم سارقين فلوس أو حاجات قيمتها أكتر من كده هيتحبسوا لمدة 10 سنين. أما لو اتقبض عليهم وهم سارقين حاجات أقل من 10,000 دولار هتكون العقوبة 5 شهور بس. وبعد ما بيخلصوا سرقة بيركبوا عربيتهم وبيمشوا، وبيتكلم موني مع صاحبته روكي وبيسألها هتعمل ايه بنصيبها في عملية السرقة. فبتقول له روكي إن هي بتحوش الفلوس علشان هي ناوية تسافر كاليفورنيا، لأن هي عايزة تعيش هناك حياة طبيعية علشان زهقت من حياة السرقة. فبيتضايق أليكس لأن هو بيحبها ومش عاوزها تبعد عنه. ولما بيرجع البيت بيدخل مكتب والده وبيحط فيه مفاتيح البيت اللي كانوا بيسرقوه، وده لأن والده بيشتغل في شركة أمن ومسؤولة عن تركيب أجهزة الإنذار في البيوت، وبيكون عنده في مكتبه نسخة من مفاتيح البيوت وأرقام السر الخاصة بأجهزة الإنذار. وإن أي عملية سرقة بيعملها أليكس وأصحابه بتكون في البيوت اللي متعاقدة مع شركة والده. وفي اللحظة دي بيروح موني يبيع المسروقات للتاجر، وبيتفاجئ إن التاجر بيديله 800 دولار بس، مع إن المسروقات قيمتها أكتر من 7,000 دولار. فبيقول له التاجر إن دي حاجات مسروقة ومفيش حد هيدفع فيها سعر أكتر من كده، وبينصحه إن هو يسرق فلوس بدل ما يسرق ساعات وحاجات ملهاش لازمة. وساعتها بيوصف له بيت موجود في حي مهجور في المدينة، وبيقول له إن البيت ده فيه فلوس كتير. وبعدها بيروح موني يقابل أصحابه وبيعرض عليهم إنهم يسرقوا البيت ده، وبيقول لهم إن هو جمع معلومات عن البيت وعارف إن صاحبه راجل كفيف اسمه نورمان، وبيقول لهم إن نورمان ده كان ضابط في الجيش ودلوقتي متقاعد بسبب إن هو كفيف. وبيحكي لهم إن في يوم كان في بنت غنية سايقة عربيتها وخبطت بنت نورمان وقتلتها، ويومها أهلها دفعوا 1,000,000 دولار لنورمان كتعويض على موت بنته. فبتقول له روكي إن نورمان أكيد شايل الفلوس دي في البنك، وده لأن هو كفيف ومتوقع إن أي حد يسرقه. لكن موني بيقاطعها وبيقول لها إن هو متأكد إن نورمان شايل الفلوس دي في بيته، لأن في حرامية كتير كانوا بيراقبوا البيت الفترة اللي فاتت وبيخططوا إنهم يسرقوه. فبتقتنع روكي وبتقول له إن هي موافقة تسرق البيت، ولكن أليكس بيرفض لأن هو ما بيحبش يسرق فلوس، وبيكون شايف إنه من الأفضل إنهم ما يسرقوش البيت ده، لأن لو اتقبض عليهم هيتسجنوا 10 سنين. وبعدها بيسيبهم وبيمشي. وأول ما بيرجع على البيت بيلاقي روكي بعتله رسالة على الموبايل وبتترجاه إن هو يوافق على عملية السرقة. فبيبدأ في إن هو يغير رأيه وبيبحث عن النت عن معلومات بخصوص قضية نورمان، وبيتأكد إن المعلومات اللي قالها موني حقيقية فعلا. فبيقرر إن هو يوافق وبيروح هو وأصحابه للحي اللي فيه بيت نورمان علشان يراقبوه. وأثناء ما بيكونوا في العربية بيقول لهم موني إن هو راقب بيت نورمان واتأكد إن هو عايش لوحده، وإن هو ما بيخرجش من البيت غير ساعة واحدة بس كل يوم. ده غير إن الحي اللي هو ساكن فيه مهجور تماما ومفيش أي عربيات شرطة بتعدي في المكان. بس فجأة بيلاقوا كلب واقف قدام باب العربية وبيفضل ينبح عليهم، وبيتفاجئوا إن الكلب ده بتاع نورمان. وفي يوم تنفيذ العملية بيروحوا بيت نورمان بالليل وبيرموا للكلب لحمة فيها مخدر علشان ينام، وبعدها بيحاولوا يفتحوا الباب ولكن بيتفاجئوا إنه مقفول بقفل من جوه. فبيروحوا للباب الخلفي وبرضه بيلاقوه مقفول. وساعتها بتلاحظ روكي إن في شباك إزاز في الحمام، فبتكسره وبتدخل البيت وبتعطل جهاز الإنذار وبتروح تفتح الباب لأصحابها. وأول ما بيدخلوا بيقلعوا الجزم بتاعتهم، وده علشان نورمان ما يسمعش صوت خطوات رجليهم. وبعدها بيتفرقوا هما ال3 علشان يدوروا على الفلوس. فبيروح موني أوضة نورمان وبيحط له مخدر في إزازة المية، وفجأة بيصحى نورمان على صوت التلفزيون وبيقفله وبيكمل نوم. وهنا بيفتكر موني إن نورمان نام بسبب المخدر، فبينزل علشان يطمن أصحابه. وأثناء كلامهم بتشوف روكي باب القبو مقفول بالقفل، فبيخمنوا إن نورمان شايل ال1,000,000 دولار في القبو. وبيحاول موني إن هو يكسر القفل ولكنه بيفشل، وبيقول لهم إن هو مضطر يكسر القفل بالمسدس بتاعه. ولما
فبيشوف أليكس المسدس بيتعصب على موني وبيقول له إن نورمان لو صحي وقتلهم مش هيدخل السجن، وبيقول لروكي إن هو هيمشي وبيطلب منها تيجي معاه، لكن روكي بترفض لأن هي متأكدة إن نورمان مش هيصحى علشان هو متخدر. وساعتها بيمشي أليكس وبيضرب موني نار على القفل وبيكسره، ولكن فجأة بيلاقي نورمان قدامه وبيعرف موني إن نورمان صحي على صوت ضرب النار، فبيهدده بالمسدس وبيأمره ما يتحركش من مكانه وإلا هيقتله، ولكن نورمان بيتجاهل كلامه وبيقرب منه بهدوء، وساعتها بيدوس برجله على قطعة حديد واقعة من القفل اللي اتكسر، فبيستنتج إن في عصابة دخلوا البيت علشان يسرقوه. وفجأة بيهجم على موني وبياخد منه المسدس وبيخنقه وبيسأله لو في حد تاني معاه في البيت، فبيكذب عليه موني وبيقول له إن هو دخل البيت لوحده، وقبل ما يكمل كلامه بيقتله نورمان بالمسدس. فبتتصدم روكي وبتستخبى في الأوضة اللي جنبها وبتفضل تعيط من غير صوت وهي ندمانة علشان ما سمعتش كلام أليكس ومشيت معاه. وفي الوقت ده بيكون أليكس سمع صوت ضرب النار، فبيضطر إن هو يدخل البيت مرة تانية علشان يطمن على روكي، وفجأة بيلاقي نورمان جاي ناحيته فبيستخبى بسرعة، ولما بيقرب نورمان من الحمام بيدوس على الإزاز اللي على الأرض، فبيفهم إن موني كسر شباك الحمام ودخل منه، فبيروح يقفل الباب الخلفي بالقفل، وبعدها بيرجع يحط خشب على شباك الحمام علشان محدش يدخل منه تاني، وبيتأكد إن كل أبواب وشبابيك البيت بتكون اتقفلت. وبكده روكي وأليكس بيتحبسوا جوه البيت، وفي الوقت ده بيكون أليكس مستخبي تحت حوض الحمام وبيحاول ما يعملش صوت علشان نورمان ما يسمعوش، وأول ما بيلاقيه خرج من الحمام بيبعت رسالة على تليفون روكي علشان يعرف مكانها، فبتقوله إن هي مستخبية في أوضة تخزين الهدوم، وبتعرفه إن نورمان قتل موني. فبيتصدم أليكس وما بيكونش مستوعب إن نورمان قوي بالشكل ده مع إن هو كفيف. وفي الوقت ده بيدخل نورمان الأوضة اللي فيها روكي، فبتحاول تكتم نفسها علشان ما يحسش بوجودها، وفجأة بتلاقيه بيفتح خزنة هو مخبيها في الدولاب وبتشوف الرقم السري بتاع الخزنة، فبتتأكد روكي إن هو شايل $1,000,000 جوه الخزنة دي. ولما بيمشي بيجي أليكس يتكلم معاها وبيقترح عليها إن هم يبلغوا الشرطة ويتحبسوا 10 سنين أحسن ما نورمان يقتلهم، ولكن روكي بتتجاهل كلامه وبتروح تفتح الخزنة وبتاخد $1,000,000 وبتقترح عليه إن هم يهربوا من باب القبر، وده لأنه بعيد عن أوضة نورمان ولو كسروا القفل بتاعه نورمان مش هيسمعهم. فبيقتنع أليكس بكلامها وبيروح ناحية باب القبر، وقبل ما يدخلوا بيتفاجئوا بنورمان وهو خارج من الباب علشان ياخد جثة موني، فبيقفوا هما الاتنين وبيحاولوا ما يتحركوش من مكانهم، وساعتها بيتحرك أليكس بالراحة علشان يبعد عن جثة موني، ولكن نورمان بيسمع صوت خطوات رجليه فبيرفع المسدس ناحيتهم وبيحاول يركز على صوتهم علشان يحدد مكانهم. ولحسن الحظ بيرن موبايل موني وبيضرب نورمان نار ناحيته، وبيفتكر ان الصوت اللي هو سمعه يبقى صوت الفايبريشن بتاع الموبايل، فبياخد جثة موني وبيروح على الورشة بتاعته. وساعتها بتدخل روكي وأليكس جوه القبر وبيفضلوا يدوروا على الباب اللي هيخرجهم من البيت، وفي نفس الوقت بيروح نورمان ناحية باب الشقة علشان يتأكد ان هو مقفول، وساعتها بيلاقي جزمة موني على الأرض، ولكنه بيتفاجئ لما بيلاقي جزمة تانية جنبها، فبيستنتج ان في حرامية تانيين دخلوا البيت، فبيروح بسرعة على الخزنة علشان يطمن على الفلوس، ولكنه بيتفاجئ انها فاضية، فبيفتكر ان الحرامية سرقوا الفلوس وهربوا، وبيتعصب جدا علشان ما قدرش يمسكهم. ووقتها بتكون روكي وأليكس في القبو وبيتفاجئوا ان في بنت مربوطة بحبل وما بتكونش عارفة تتكلم علشان في لزق محطوط على بقها، وبيكون الحبل اللي هي مربوطة فيه متوصل بجرس جوه البيت، واول ما بتتحرك بيرن الجرس ونورمان بيسمعه، فبيخمن ان الحرامية موجودين في القبو وبيقرر ان هو يقتلهم. وساعتها بيحس أليكس ان نورمان جاي عليهم وبيطلب من روكي ان هما يهربوا بسرعة قبل ما نورمان يجي ويقتلهم، وبيوعدها ان هما لما يخرجوا من البيت هيبلغ الشرطة ويخليهم ييجوا ينقذوا البنت دي. وقبل ما يكمل كلامه بيلاقي البنت بتشاور لروكي وبتديها ورقة مقطوعة من جريدة ومكتوب فيها ان هي بنت من عيلة غنية واسمها سيندي، وان هي اللي خبطت بنت نورمان بالعربية وموتتها بدون قصد واخدت براءة لان هي ما كانتش متعمدة. فبتستنتج روكي ان البنت اللي مربوطة دي تبقى هي سيندي، وما بتكونش مستوعبة ان نورمان خطفها وحبسها في القبو وهو كفيف. وهنا بتعيط سيندي وبتشاور لها على خزنة قدامها، وبتخمن روكي ان الرقم السري للخزنة دي هو نفس الرقم بتاع خزنة الفلوس، وساعتها بتقول لأليكس على الرقم يمكن يقدر يفتح الخزنة بيه، وفعلا بيطلع الرقم صح وبيفتح أليكس الخزنة وبيلاقي فيها مفاتيح لكل الأقفال اللي في البيت، فبيروح يحرر سيندي
وبياخدها هي وأليكس وبيدوروا على باب للخروج من القبو لحد ما بيقدروا يوصلوا له فعلا، ولكن بيلاقوه مقفول بقفل. فبيفتحوا أليكس بالمفاتيح اللي معاه، ولكنهم بيتفاجئوا ان نورمان واقف قدامهم بعد ما سمع صوتهم وبيضرب عليهم نار، وبتيجي الطلقة جنب ودن أليكس وبيقع على الأرض ولكن ما بيحصلوش حاجة. وللأسف بتيجي طلقة في سيندي وبتموت. ولما بيقرب نورمان من جثتها بيلمس وشها وبيعرف ان هي سيندي، فبيتعصب وبيفضل يصرخ بصوت عالي لانه ما كانش عاوزها تموت. وبيقرر يقتل روكي وأليكس لان هما اللي حرروها وتسببوا في موتها. واول حاجة بيعملها بيقفل باب الخروج من القبو وبيكسر مفك جوه القفل علشان ما يعرفوش يفتحوه بالمفاتيح اللي معاهم. وبعدها بيروح على لوحة الكهرباء وبيطفي النور علشان ما يشوفوش اي حاجة. وفعلا روكي وأليكس ما بيكونوش شايفين اي حاجة وبيمسكوا في الحديد اللي جنبهم. فبيسمع نورمان صوت الحديد وبيقدر يحدد مكانهم، ووقتها بيفضل يضرب عليهم نار كتير جدا. فبيطلعوا يجروا هما الاتنين وبيتفرقوا عن بعض. وساعتها بيسمع نورمان صوت خطوات رجل أليكس وبيروح يمسكه من رقبته وبيقرر يقتله بالمسدس، ولكنه بيتفاجئ ان الرصاص اللي معاه خلص فبيحاول يموته بايده. فبيحاول أليكس هو كمان يحرك الرف اللي وراه لحد ما بيوقعه على نورمان، وبيطلع يجري هو وروكي بسرعة. وبعدها بيخرجوا من القبو وبيقفلوا الباب علشان نورمان ما يقدرش يخرج. ولكن فجأة بيلاقوا قدامهم الكلب بتاع نورمان بعد ما فاق من المخدر اللي حطوه في اللحمة. فبيتكلم أليكس مع روكي وبيقول لها ما تجريش علشان الكلب ما يحسش ان هي خايفة، وبيديها المفاتيح علشان تفتح باب البيت ويخرجوا. فبتقرب روكي ناحية الباب وبتحاول تفتحه، ولكن فجأة بيهجم الكلب على أليكس وبيطلع يجري وراه. فبيجري أليكس بسرعة وبتضطر روكي تسيب المفاتيح في الباب وبتجري معاه لحد ما بيستخبوا في الأوضة. وبعدها بيقفلوا الباب وبيحطوا الدولاب وراه علشان الكلب ما يعرفش يدخل. وساعتها بيقرروا ان هم ينطوا من الشباك علشان يهربوا، ولكن بيتفاجئوا ان كل الشبابيك مقفولة بالحديد. وفي اللحظة دي بيخرج نورمان من القبو وبيروح يجيب مسدس مخبيه تحت سريره وبيبدأ يدور عليهم في البيت علشان يقتلهم. ووقتها بيتكلم أليكس مع روكي وبيقترح عليها ان هم يشغلوا الانذار اللي في البيت، وبالتالي الشرطة هتيجي ويقبضوا عليهم وهينقذوهم من نورمان. فبترفض روكي وبتقول له ان هي مش مستعدة تتحبس 10 سنين. وفجأة بيلاقوا نورمان سمع صوتهم وبيضرب نار على الباب علشان يدخل. وساعتها بيلاحظ أليكس ان في فتحة تهوية في الأوضة وبيقول لروكي ان هي تهرب منها بسرعة. فبتدخل روكي جوه فتحة التهوية وبتحاول تهرب. وفي اللحظة دي بيدخل الكلب الأوضة وبيهجم على أليكس وبيتخبط أليكس في الشباك وبيقع على سقف الدور الأول بتاع البيت وبيفقد الوعي. وفي الوقت ده بتتحرك روكي جوه فتحة التهوية وبتدور على أي مخرج تهرب منه، ولكن فجأة بتلاقي الكلب بيدخل فتحة التهوية وبيجري وراها. فبتحاول تهرب منه بسرعة ولكن بتقع جوه فتحة تهوية تانية وبيغمى عليها. وبنرجع لأليكس وهو بيفوق وبيلاقي نفسه على سقف الدور الأول، وبيتفاجئ إن السقف مصنوع من الإزاز وإن هو لو اتحرك من مكانه هيقع. وبيسمع نورمان صوته وبيضرب عليه نار، وساعتها الإزاز بيتكسر وبيقع أليكس تاني جوه البيت. ولحسن حظه إنه ما بيحصلوش حاجة، فبيقرر إن هو يروح يشغل جهاز الإنذار بسرعة. ولكن نورمان بيسمع صوت خطوات رجليه وبيعرف مكانه وبيضرب عليه نار. فبيروح أليكس يستخبى في الورشة وبيحاول ما يعملش صوت علشان نورمان ما يسمعوش، وبيبان إن هو مرعوب وبيفضل يعيط ويترعش من كتر الخوف. ولكن بعد شوية بيتمالك أعصابه وبيقرر يتحرك من مكانه ويدافع عن نفسه. وبيسمع نورمان صوت خطوات رجليه وبيعرف مكانه. وأول ما بيدخل الورشة بيضربه أليكس وبيوقع المسدس من إيده. فبيتعصب نورمان وبيفضل يضربه لحد ما بيفقد الوعي، وبيمسك مقص الشجر اللي جنبه علشان يقتله. ولكن لحسن الحظ المقص بيجي في جثة موني، وساعتها بيفتكر نورمان إن أليكس خلاص مات. وفي نفس اللحظة دي بتفوق روكي وبتكون تعبانة جدا، فبتتحرك بهدوء جوه فتحة التهوية لحد ما بتوصل لشباك صغير بيوصل للشارع. وبتفرح لأن هي أخيرا لقت مخرج للهروب من بيت نورمان، وبتحاول تكسر الشباك برجليها علشان تهرب. ولكن نورمان بيسمعها وبيعرف مكانها وبيروح يسحبها من فتحة التهوية وبيدخل بيها جوه البيت. ولما بيعرف إن هي بنت بيرفض إن هو يقتلها وبيكتفي بإن هو بيضربها لحد ما بيغمى عليها. وبعد شوية بتفوق روكي وبتلاقي نفسها مربوطة في نفس المكان اللي سيندي كانت مربوطة فيه. وبيقول لها نورمان إن سيندي قتلت بنته الوحيدة، وبدل ما الشرطة تعاقبها على اللي هي عملته ادوها براءة علشان هي من عيلة غنية. ولما عيلتها ادوله تعويض $1,000,000 حس بالإهانة، وعلشان كده هو خطف
سيندي وعمل لها عملية حقن مجهري، وده علشان تخلف منه طفل ويربيه كتعويض عن بنته اللي ماتت، وده في مقابل ان هو مش هيموتها وهيسيبها بعد ما تولد الطفل. وفعلا سيندي بقت حامل وكان فاضل لها 5 شهور بس وتولد، لحد ما جت روكي والعصابة بتاعتها واقتحموا البيت وتسببوا في موت سيندي، وطبعا موتوا الطفل اللي في بطنها. ووقتها بتتفاجئ روكي ان نورمان بيجهز حقنة وبيقول لها ان هو هينتقم منها على اللي هي عملته وهيحقنها علشان تخلف الطفل اللي هو نفسه فيه، وبيوعدها ان هو هيحررها بعد 9 شهور لما تولد الطفل. ولكن قبل ما يحقنها بيجي أليكس وبيضربه بشاكوش على دماغه، وبعدها بيحرر روكي وبيربطه مكانها. وهنا بينصحهم نورمان ان هم يمشوا من البيت بسرعة لان هو لو فك نفسه مش هيرحمهم. فبيجروا ناحية الباب وبيحاولوا يفتحوه بالمفاتيح اللي سرقوها، وفعلا بيفتحوا الباب وبيفرحوا علشان اخيرا هيهربوا. ولكن فجأة بيظهر نورمان من وراهم بعد ما قدر يفك نفسه وبيضرب نار على أليكس وبيقتله. فبتخاف روكي وبتترعب وبتخرج من البيت بسرعة، وفجأة بتلاقي الكلب بتاع نورمان خرج من البيت وبيجري وراها، فبتجري ناحية العربية بتاعتها علشان تركبها وتهرب. ولكن الكلب بيوصل لها وبيشدها من الشنطة اللي فيها الفلوس، فبتضطر روكي ان هي تسيب الشنطة علشان تبعده عنها وبتركب العربية بسرعة. وفجأة بتلاقي الكلب بيحاول يدخل من الباب اللي جنبها، فبتقفل الازاز بسرعة وبتشوف شنطة الفلوس واقعة على الارض، فبتحاول ان هي تفكر في طريقة علشان تتخلص من الكلب وتاخد شنطة الفلوس. وبتجيلها فكرة ان هي تفتح شنطة العربية وتستدرج الكلب علشان يدخل جواها، وفعلا بيدخل الكلب وبتقفل روكي شنطة العربية بسرعة وبتحبسه. ولكن الكلب بيقدر يخرج من الكنبة اللي ورا وبيهجم عليها، فبتخرج من العربية بسرعة وبتقفل عليه الباب، وبعدها بتاخد شنطة الفلوس. ولكن قبل ما تهرب بيجي نورمان من وراها وبيضربها لحد ما بتفقد الوعي. وبعدها بنرجع لمشهد البداية وبنشوف نورمان وهو ماسك روكي من شعرها وبيسحبها في الشارع لحد ما بيرجعها بيته تاني. ولما بتفوق روكي بتلاقي جثة أليكس جنبها وفي ايد الريموت بتاع جهاز الانذار، فبتاخد الريموت وبتشغل جهاز الانذار علشان الشرطة تيجي تنقذها من نورمان. وفعلا بتشغل الانذار وبيكون صوته قوي جدا لدرجة ان نورمان ودانه بتوجعه وبيكون مشتت ومش عارف يحدد مكان روكي. فبتستغل روكي الفرصة وبتمسك حديدة وبتفضل تضرب فيه لحد ما بيقع على الارض، وساعتها بتفتكر ان هو مات وبتاخد شنطة الفلوس وبتهرب. وتاني يوم بتروح محطة القطر هي واختها الصغيرة علشان تسافر كاليفورنيا. وفجأة بتلاقي الاخبار في التلفزيون بيتكلموا عن نورمان وبيقولوا ان الشرطة لقت جثث 2 حرامية اقتحموا بيت نورمان وحاولوا يسرقوه، ولكن نورمان قدر يدافع عن نفسه وقتلهم. والمفاجأة ان نورمان بيكون لسه عايش وبيتم نقله للمستشفى. وبتقول المذيعة ان الشرطة حققت مع نورمان وقال لهم ان الحرامية كانوا 2 بس وان مفيش اي حاجة اتسرقت من بيته. فبتتصدم روكي وما بتكونش فاهمة ليه نورمان كذب على الشرطة وما قال لهمش على $1,000,000 اللي هي سرقتهم منه، ده غير ان هو ما بلغش عنها اصلا. وبعد شوية تفكير بتفهم ان نورمان عمل كده علشان يطاردها بنفسه، فبتاخد اختها وبتمشي علشان تركب القطر وتسافر. ولحد هنا وبيخلص الفيلم. الفيديو ده كتبته ومنتجته صوفي، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا فيديوهاتنا الجديدة، وتابعونا على فيسبوك وتيك توك وانستجرام. واشوفكم الفيديو اللي جاي، واحلى سلام.